الكابتن ابراهيم سعيد. توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وانا اجتهدت في الفتره اللي فاتت. وطبعا في الاول والاخر انا يعني عايز اشكر طبعا كابتن جمال عبد الحميد اخويا الكبير طبعا على مساندته ليا في الفتره اللي فاتت، وان هو استضافني عنده في التدريب مع نادي السكه الحديد، رغم ان كترت اقاويل كتيره جدا الفتره اللي فاتت، وهو من الشخصيات اللي انا بحترمها وبقدرها جدا. هل ابراهيم هيكون متواجد في يناير ام ان كان في محجوز؟ لا يعني انت وضحت لي النقطه. اهم حاجه ان انا متواجد في نادي الاتحاد ورجعت نادي الاتحاد بعد أيوة كده. لا من حيث ان انت يناير في الفتره دي الله اعلم، لسه ما اتحددتش يعني. لسه اتكلم مع دكتور عفت وهنشوف الاجراء. فاعتقد ان كمان حتى يعني اتحاد الكره لو هيبقى في حاله استثنائيه بالنسبه لي حفاظا حتى على مستقبلي، بصفه ان انا واحد في يوم من الايام لعبت منتخب مصر وخدت بطولات معاه، فاعتقد ان هيبقى في حاجه استثنائيه بالنسبه لي. الكابتن ابراهيم والكابتن مصطفى كريم موجودين معانا ضمن القائمه، وطبقا لرؤيه الجهاز الفني اذا ارتأى انهم من اليوم انهم يبقوا يعني يشاركوا في المباريات، ده حقنا وطبقا للوائح وطبقا للاصول المعمول بها في الاتحاد. لازم الناس تتعب شويه وتقرا اللوائح وتقرا الاتحاد الدولي بيتيح امتى موضوع انتقال اللاعبين وايه الفترات وكيف يسمح، حتى لو لا ما هو ده كلام بقى ما يتقالش كده على الهوا، يعني احنا لازم الكلام ده يبقى له طعم تاني يعني. فاحنا الفرحه اللي احنا فيها دي هنسيب الناس يعني تكتشفها ان شاء الله مع الايام اللي جايه، لعل وعسى يعني حد يحتاج يعني دعم لفريقه، وبالتالي يتبع نادي الاتحاد، لان دايما نادي الاتحاد يقود الرياضه ان شاء الله. طبعا الحمد لله والشكر انضمام النادي الاتحاد، ومبروك للجميع، مصطفى كريم والاداره والجمهور. كانت مفاوضات تقريبا من شهر ونص، جيت على مطار القاهره ولم ادخل، انتظر 7 إلى 8 ساعات في المطار، فرجعت الى بغداد. الحمد لله والشكر مره هاي الحمد لله دخلت وخلصت يعني معاهم الحمد لله والشكر، ويا رب اكون اضافه ان شاء الله للدوري المصري والفريق الاتحاد ان شاء الله. اللاعب مصطفى كريم لاعب كبير، لاعب محترف، يعرف حقوقه وواجباته. الامور واضحه لنا من اول يوم في تعاقدنا معاه انه مش هيقدر يبقى موجود معانا الا بعد مباراه المنتخب في الصين، وهو يعني ده الكلام اللي انا قلته من اول يوم. عايز اعرف من حضرتك بعد اذنك يعني مده عقد مصطفى سنتين. الكابتن مصطفى سنتين والكابتن ابراهيم سنتين. سيد البلد يخوض اول انتصاراته هذا الموسم. الحقيقه سيد البلد او نادي الاتحاد بيخوض يعني اول انتصاراته، واضح ان في افراح، ده الانتصارات بتجيب حاجات حلوه كتير. واضح برضو ان الدكتور عفت السادات بيوفي بوعوده مع جمهور نادي الاتحاد وبيعقد صفقات كبيره جدا. ابراهيم سعيد من اللعيبه التقال اللي لو نفسيته استريحت بيعمل شغل جامد، وواضح برضو ان الدكتور عفت بيراهن عليه وعلى مصطفى كريم. بس نعرف بقى بالتفصيل ونبارك له الدكتور عفت السادات. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا ابو كباتن، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ اهلا بيك الحمد لله والله. معايا الكابتن ايمن عبد العزيز مشرفني في الاستوديو. تحياتي للكابتن ايمن. يا دكتور ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبي؟ مبروك يا حبيبي على الماتش. الله يبارك فيك يا كابتن، الله يبارك فيك. حقيقة يا دكتور الف مبروك، ماتش كبير جدا مع نادي زي امبي، يعني 3 نقط غاليين لنادي الاتحاد في التوقيت ده. يعني مبروك لاسكندريه، الفرحه دي كانت غايبه علينا شويه، الحمد لله. يعني نيجي نطمن جمهورنا واعضاء النادي ان الحمد لله الخطوات يعني اللي احنا ماشيين بيها خطوات كلها اطمنا الحمد لله ان احنا اللي جاي افضل باذن الله يا ابو كباتن. دكتور عفت، حابب نستغل ان حضرتك موجود معانا، الجمهور كله بقى متشوق عايز يعرف صفقه ابراهيم سعيد ومصطفى كريم تمت بالفعل، هل هم هيلعبوا بقى خلاص يعني ابتداء من الماتش الجاي ولا هيستنوا الانتقال الشتوي؟ في ناس بتقول ان ابراهيم سعيد من حقه يتنقل دلوقتي لان في لائحه بتقول طالما ما تقتش في نادي ممكن يلعب، مصطفى لا. يعني حضرتك وصلت لايه في القضيه دي؟ لا هو ما فيش قضيه، هو طبعا يعني وجود يعني نجم كبير بحجم مصطفى كريم او كابتن ابراهيم سعيد طبعا بلا شك ان دول اضافه كبيره لينا. الكابتن مصطفى كريم احنا من البدايه مكانه موجود في القائمه ووصلت لنا البطاقه الدوليه في الميعاد، وبالتالي الكابتن مصطفى كريم يعني في اتمام التعاقد اذا الامور كلها كامله بخير هو معانا ابتداء من الامس يعني. اما هو حضرتك عن طريق حفظ القيد يعني؟
يا فندم؟ عن طريق حفظ القيد، يعني كان معمول له حفظ قيد قبل كده مصطفى هو كريم. من البدايه موجود معانا في القيد، مفيش اي يعني مفيش تمام. اي جديد يعني بالنسبه للكابتن مصطفى كريم. تمام. وبالنسبه لابراهيم سعيد حضرتك؟ بالنسبه للكابتن مصطفى ابراهيم سعيد اسف، بالنسبه لنا احنا حضرتك عارف ان طبقا للائحه وبالنسبه للفيفا يعني لائحه الاتحاد الدولي بتسمح للانديه اللاعبين اللي هم بيبقوا لاعب حر، يتقال عليه لاعب حر اللي هو مفيش تعاقد، بيسمح له انه يتم التعاقد معاه في اي وقت من عمر المسابقه. طيب دكتور عفت، يعني احد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره نفى الكلام ده وقال لا ان هو لازم يستنى لفتره القيد الشتوي. يعني انا مش عايز اعقب لان هي اجراءات، يعني والله اذا ارتأوا ان اوراقنا وما قدم من الاخ ابراهيم يعني كلام كله طبيعي وسليم، احنا بنرحب وبنقول انه معانا ان شاء الله من اليوم. اذا في حاجه يعني من الناحيه القانونيه او حاجه غايبه عننا احنا حتى من الناحيه اللائحيه وهنقتنع بيها، يعني احنا في كل الاحوال هنتبع النظام العام يعني. طب دكتور عفت، سمعنا برضو اخبار ان كابتن ابراهيم سعيد عنده مشكله قضائيه يعني قطعوه من انضمامه لنادي الاتحاد، هل الكلام ده اشاعات ولا كلام مظبوط؟ والله احنا برضو نفس الكلام ده اتبلغت بيه النهارده، واحنا كلفنا بيه المستشار القانوني للنادي علشان يتاكد، لان طبعا لو في حكم زي ما بيتقال طبعا الكلام ده يضر بالنادي ويضر بالمال العام، وبالتالي هننظر في مساله التعاقد. ولكن اذا كان الخلاف خلاف مادي اسري اعتقد ان الامور دي ممكن تتحل من خلال يعني الوساطه او من خلال احد المحامين اللي يقدر ينهي هذا الخلاف يعني بشكل مقبول. دكتور عفت، بتراهن على ابراهيم سعيد؟ ابراهيم سعيد انا بعتبره من افضل اللاعبين المدافعين اللي جم مصر، ويمكن ابراهيم سعيد بيحتاج يعني مش عايز اقول معامله خاصه، ولكن يعني محتاج التعامل معاه بشكل مختلف، واعتقد ان هو يعني من كلامه عنده روح تحدي وعايز يرجع يعني بشكل مشرف ان شاء الله. دكتور عفت، اخر سؤال معانا النهارده، يعني كنا بنقرا دلوقتي العقوبات الحقيقه بتاعت الاسبوع ده، نادي الاتحاد عليه 50,000 جنيه عدم حضور مؤتمر علشان الرعاة، هل نادي الاتحاد بينضم النادي الاهلي وينضم بيخش في نفس الدايره ضد اتحاد الكوره؟ انا والله كلفت، انا ما حدش بلغني خالص بموضوع غرامه على مؤتمر رعاة، وما اعرفش هل مؤتمر رعاة تم ولا لا، انا الحقيقه مش يعني الحته دي ما حدش بلغني بيها، بس احنا لو دي حضرتك قرارات، ده قرار لجنه شؤون اللاعبين لسه طالع حالا دلوقتي ان هو وقع الاتحاد غرامه 50,000 جنيه لعدم حضور المؤتمر، لان برضو الاتحاد رفض حضور المؤتمر علشان موضوع الاعلانات الخلفيات والرعاة. لا انا اعتقد ان في لبس في هذا الموضوع. يعني حضرتك الاتحاد حضر المؤتمر الاخير بتاع الماتش؟ يعني انا ما حدش بلغني بعدم الحضور، وبالتالي انا ما اخبيش عليك احنا كنا في فرحه كبيره يا كابتن سيف، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني احنا ما كناش حاسين بحاجه صراحه يعني، فانما ما حدش بلغني ان في عدم حضور للمؤتمر، الحقيقه ما سمعتهاش. طيب حضرتك دلوقتي عايزين نطمن عليك، الاتحاد داخل على ماتش تقيل الاسماعيلي الاسبوع الجاي، وبنشوف حضرتك دلوقتي في المدرجات حماس رهيب لنادي الاتحاد، الدوري هيكمل بالشكل ده يا دكتور ولا ايه؟ انت لك حق، انا بعتبر ان دي بدايه المسؤوليه، ويعني الفوز بمباراه مش معناه ان احنا نطمئن، على العكس ده بيحملنا مسؤوليه اكبر، وانا قلت للجهاز ولكل اللاعبين الفتره الجايه لازم نثبت للجميع ان احنا فعلا يعني بين الكبار، وسنظل ان شاء الله بين الكبار. شكرا دكتور عفت سادات رئيس نادي الاتحاد، الحقيقه يعني بنشكر الراجل بيخش